انا وقعت في حب المدرسة بتاعتي، مش عارف ازاي وامتى ومش عارف اي حاجة خالص. انا وقعت في حبها من اول ما شفتها، من اول نظرة، من اول دقيقة. المشكلة مش في كده. المشكلة ان هي عندها 30 سنة وانا عندي 20 سنة. بس مش قادرة اشيلها من خيالي، ولا قادر اشوف غيرها، ولا قادر اتكلم مع حد تاني، ولا قادر ابص لاي واحدة تانية غيرها. وهي حاسة بده. والمصيبة السوداء ان انا حاسس ان هي كمان بتبادلني نفس الشعور. بس اعمل ايه؟ دي قصة النهاردة، قصة حقيقية من واقع الحياة، من شاب عنده 20 سنة. والقصة وما فيها بيقول إن أنا زي أي طالب في الدنيا، من بيتي لدروسي لمدرستي وعلى كده. المهم إن كان في مدرسة عندي، كانت جميلة قوي ورشيقة قوي، كانت تقريبا صغيرة في السن. فضلت أبحث وراها لأن هي بصراحة شدتني ليها من أول ما شفتها. جمال وشياكة ورقة وحلاوة وكل حاجة زي ما بتقول. المهم، البنت دي كنت دايما بشوفها قاعدة سرحانة. كانت كل ما تخلص يا دوبك الدرس الاقيها قاعدة سرحانة، وكانت في بعض كلمات بتخرج منها اثناء الدرس كده وتقول: يلا، الحلوين في الدنيا دول ملهمش حظ، لكن البنات اللي كده تلاقوهم متجوزين ومخلفين، منهم هم لسه عندهم 20 سنة، ومن هم عندهم 22 سنة. وشوية ترجع تقول: شفتوا فلانة عندها 22 سنة اهيت، واتجوزت وخلفت ولدين ما شاء الله، الدور والباقي علينا بقى، خلينا قاعدين. ففي بعض كلمات شدتني ليها، وحسيت ان هي محتاجة ان يكون في راجل في حياتها، محتاجة ان هي تتجوز، محتاجة ان هي تكون ام بجد. واحدة واحدة بدأت ان انا ارخم عليها شوية في الكلام. انتوا عارفين زي اي طالب متعود على المدرسة بتاعته، بيبقى يرخم عليها في الكلام ازاي، ويضحك ويهزر معاها، وهي بصراحة بتتجاوب معايا. فضلت اضحك معاها: وانت ازيك يا ابله، وعامله ايه، واخبارك، وكذا وكذا، زي اي طالب ومدرسه. بل بالعكس، بتفضل تتكلم معايا وتقولي: اسكت يا ولا، مش شايف كذا ومش شايف كذا، والبنات اصغر مني واتجوزوا ومخلفوا، وانا لسه قاعده ومستنيه العدل ومش عارف ايه، كلام من كده. في الاول ما اكذبش عليكم ان كانت مجرد رخامه مني وغلاسه عليها، ان انا عماله اغلس عليكي وان انت حلوه ورقيقه وشياكه والحاجات دي كلها. شويه شويه لقيت الموضوع بيدخل في انها بدات تصعب عليا، احس ان هي غلبانه قوي وبريئه قوي ومش لاقيه حظها في الدنيا. بدات تصعب عليا بجد. ما بقتش ابطل افكر فيها، ليل ونهار افكر فيها، لدرجه ان انا كنت اعمل اي حج في اي سؤال وابعت لها، لان هي كانت عطلنا الرقم بتاعها، اي حد واقف عليه اي حاجه طبعا يبعت لي على الواتس ويعرفني هو واقف عليه ايه. فبقيت اعمل اي سؤال اي حاجه وكنت ابعت لها دايما على الواتس: واخبارك، ايوه، عامله ايه، تمام الحمد لله، طيب السؤال كذا، واقف عليا. وافضل اتناقش معاها في اي حاجه، في اي حاجه. بقيت احب ان انا اتكلم معاها كل شويه وفي اي وقت. حتى لو كنت احيانا اصحيها الفجر، ما كانتش بتزعل او بتتضايق، واقول لها: هو انت زعلانه ان انا بصحيكي دلوقتي؟ تقول: لا بالعكس، انا كده كده فاضيه وانت بتسليني. واحده في واحده حسيت بجد ان انا بتشد للبنت دي، او للمدرسه دي بمعنى اصح. المشكلة زي ما قلت مش في كده، المشكلة ان هي عندها 30 سنة، في فرق ما بيني وما بينها 10 سنين. بس الإحساس الغريب اللي جوايا، مش عارف ليه كل مدى عمال بيزيد، ان حبها بيدخل قلبي اكتر، او ان انا مشغول بيها اكتر، او ان انا بفكر فيها اكتر. المهم قلت: لا، ده انا مش هسيبك زي اي شاب طفص في السن ده. فضلت وراها وكل يوم: وحشتني يا ابله، اخبارك ايه، وعامله ايه. بصراحه بقت هي ترد عليا، لحد ما خلاص وقعت في شباكها. ومن ناحيه تانية حسيت ان انا بحبها حب امتلاك، حب ان هي تكون لوحدي. بقيت اغير عليها لما اي طالب يجي يسالها اي سؤال، لدرجة أحيانا إن أنا بقيت أنفعل عليها في الدرس لما أي طالب يسألها، أو طالب يغلس عليها، مع إن أنا كنت أول واحد بغلس وبرخم عليها، وبالنسبة لها إن إحنا إخواتها الصغيرين. بقيت نظراتي ليها طول ما أنا قاعد في درس، مركز في درس ولا في غيره، طول الوقت مركز عيني عليها. فانا مش عارف بجد ده ايه اللي خلاني اعمل كده، او ايه اللي خلاني اقرب منها بالطريقه دي. والمصيبه الاكبر ان لقيتها بتبادلني نفس الشعور، طول الوقت عماله تبص عليا، بتتغزل فيا: وايه الشعر الجميل ده، وايه مش عارف ايه. حسيت ان فيها كل حاجه حلوه انا حاببها، بتديني كل الاهتمام في نفسي. وفعلا بقينا كل يوم اصحاب، نتكلم مع بعض، نشيط مع بعض لحد الفجر، مش عارف في ايه، لحد ما خلاص ما بقتش قادر استغنى عنها. ما بقاش يفوت يوم غير وانا بتكلم معاها، غير وانا بحب فيها، وهي نفس الطريقه. لحد ما في يوم قالت لي: تعالى هنتقابل بره في كافيه. وفعلا ان احنا اتقابلنا،
لقيتها بتقول لي انا عايزه افهم بقى ايه حكايتك معايا، ايه النظرات اللي انت بتنظر لي بيها دي، وايه بسطتك الغريبه، وايه طريقه كلامك معايا. انا عايزه الخلاصه. بصراحه اتبرجلت واتلجلجت وقلت ازاي انا اقول اللي جوايا واللي في قلبي من اول مره كده ومن اول قعده كده. بس بصراحه لقيت نفسي بتشجع وبقول لها انا بحبك. فسكتت شوية كده وردت عليا وقالت لي وانا كمان بحبك. بس انت عارفة انا عندي كام سنة؟ قلت لها يعني كام؟ قالت لي انا عندي 30 سنة. طب وانت إيه اللي قعدك لحد دلوقتي من غير جواز؟ قالت لي ما كنتش بلاقي الشخص المناسب ليا. انا بنت زي ما انت شايفني كنت بحب الشاب الروش، الشاب الدلوع، الشاب اللي كذا اللي كذا. وبصراحة كان كل اللي بيتقدموا لي ما كنتش بلاقي فيهم، او كنت بطلع فيهم القطط الفطسانة. بس انت مش عارفة انت دخلت قلبي ازاي، مش عارفة انا حبيتك ازاي. بس فرق العمر ما بيننا كبير ومحدش طبعا هيرضى بالموضوع ده. فرمت الكرة في ملعبي الصراحة. فانا مش عارف، قلت لها انا مستحيل استغنى عنك ومستحيل اسيبك. بس انا من جوايا مش عارف، في حاجة مخوفاني من موضوع فرق السن، وخصوصا ان انا لسه شاب وهبتدي حياتي. فانا مش عارف اعمل ايه بجد، انا مغلوب على امري. وفي نفس الوقت اكمل معاها ولا لا، وخصوصا ان هي معايا دايما وبقت كل يوم معايا على التليفون. فانا مش عارف اعمل ايه. يا ريت حد من الشباب ينصحني ويقول لي ابعد ولا اكمل، مع ان هي فيها كل المواصفات الكويسة، ادب واحترام واخلاق وجمال ومال وكل حاجة حلوة فيها. بس عيبها الوحيد اللي هو فرق السن ما بيني وما بينها. فهل انا لو كملت هكون بظلمها وبظلم نفسي؟ لان هي قالت لي الكلمة دي. انا خايفة فيما بعد هترجع تقول لي في يوم من الايام ده انت قد اختي الكبيرة، او انا اتجوزتك في ساعة شيطان او كده او كده. فيا ريت من الشباب اخواتي يفيدوني ويقولوا لي ابعد ولا اكمل ولا ايه، مع ان حاسس ان انا مش قادر ابعد عنها. وبدون تجريح لو سمحتوا. دي قصة حقيقية من واقع الحياة النهاردة. فيا ريت كل واحد يقول رأيه للشاب ده، يكمل معاها ولا يسيبها ويبعد، لان الفرق زي ما قلنا 10 سنين ما بينهم، وهو لسه كمان بيدرس. والله اعلم الحياة مخبيه له ايه. ويا ريت يا شباب كل واحد يخلي باله من نفسه، وكل واحد يخلي باله من تصرفاته مع اي مدرسة. ما تفكرش ان انت لما بتترخم في الاول ان هي كده هتحبك، ان انت كده واد روش، واد زي اللي بيقولوا بتاع الزمان ده، واد خفيف او جميل او الكلام ده كله. كل واحد يخلي باله من نفسه ومن اخلاقه يا شباب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش نوديله بعض النصايح بالذوق وبالاحترام، وفي امان الله.